السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحه جيده يا رب. وصفتنا تاع اليوم اللي رايحين نديروها ان شاء الله راح نديروا هذا المملحات يجوا بزاف بنان. تقدروا تقدموهم في مناسباتكم، في الاعراس، يعني في الحفلات. حاجه بزاف بنينه وما تشدش الوقت نهائيا، بالخف رايحين توجدوها. كما راك تشوفوا درنا هنايا زوج انواع تاع المملحات، راح نديروهم بطريقه واحده، يعني فرص واحده راح نديروا بها هذه الانواع تاع المملحات. بما انه راهو قريب شهر رمضان، تقدروا ديروها كتحضيرات مسبقه وتخبيوها في المجمد اللي يحبوا يديروا تحضيرات مسبقه. دوك جبت لكم هاد لاغوسات بزاف بنينه وتسهل انكم تجربوها. تبعوا معايا لا فيديو ونشوفوا طريقه التحضير. نبداو بسم الله في الوصفه تاعنا. كما راك تشوفوا هنا درت المقله تاعي، درت فيها شويه تاع زيت، وقطعت هنايا البصل بتيدي مكعبات صغيره كما راك تشوفوا. ورايحين نقليو هذاك البصل، لازم يتقلى معانا مليح، يدي تحميره يتكراميليزا. شوفوا، اي مملحه بغيتو ديروها باش تجيكم بنينه سرتاحه انه البصل يتكراميليزا كيما راكم تشوفوا فيه على نار هكا بتيفو، نار قليله، وخليوه على خاطرو. من بعد هنا عندي بولي اشي كيما راكم تشوفوا زدر تاع الدجاج. كنت رحيته في الاشهر، يعني انا ما درتش صدر كامل، درت ربع برك هذا ما كان، وخرج لي كميه ما شاء الله. كيما راك تشوفوا نبقى نخلط فيه كيما هكا حتى يتقلى مليح ويطيب معايا مليح مليح. لحد الان ما راني دايره والو، دايره غير البصل والبولي اشي هذاك صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته كيما راك تشوفوا، حتى تشوفوا باللي طاب مليح مليح. من بعد هنا راح نزيد لي زيبيس والملح. هنا لي زيبيس كنت درت ملح، درت فلفل كحل، شويه تاع الكمون، توابل تاع الدجاج، وشويه تاع الزنجبيل. هذا ما كان راح نخلطهم مع بعضهم مليح مليح كيما راك تشوفوا حتى يطيبوا مليح باش ندخلوا لي زيبيس تاعنا. فوالا كيما راك تشوفوا نبقاو نحركوا فيهم حتى يدوا هذيك البنه كامل. بعد انا زدت فروماج كيما راك تشوفوا. تقدروا ديروا هذاك الجبن الطاري، ديروا زوج مغارف كبار بيان بومبي معمرين مليح، ولا ديروا كيما هكا. انا ما حبيتش نكتر فروماج لداخل كيما راك تشوفوا. وراح نزيد نص علبه صغيره تاع كريم فريش. اذا ما عندكمش لا كريم فريش تقدروا تستغناو عليها، ما ديروهاش، مي كي ديروها راح تزيد لكم البنه. واذا كانت ماشي متوفره تاني تقدروا ديروا بطاطا ياغورت طبيعي، تزيدوا لها شويه تاع الحليب، تحركوهم مليح مليح، تحلوهم مع بعض، ومن بعد تفرغوهم. هذه بديل لا كريم فريش، تاني راح تعطيكم بنه بزاف بنينه. كيما راك تشوفوا راح نقلوهم مع بعض. من بعد هنا راح نزيد 3 سنينات نتاع توم كيما راك تشوفوا، راح نديرهم مع بعض يتقلاو مليح مليح. شوفوا هنا علاش ما درتش انا الثوم في الاول، باش ما يتحرقليش وتبقى لي الريحه تاعو في المملحات تاعنا وتجينا بنينه ويطيب على خاطره. وهنا توجور النار تاعنا ابتيفو باش يطيبوا مليح من هذاك الثوم اللي زدناه يتقلى مليح ويطلق البنه تاعو. من بعد راح نزيد شويه تاع معدنوس، تقدروا ديروا معدنوس ولا قزبر، ولا ديروا بيناتهم بين زوج كيما بغيتو. نخلوهم يتقلاو مليح مليح. هنا راح نزيد شويه تاع لا موطارد، يعني مغرف صغيره ماشي معمره. اذا ما عندكمش يعني تقدروا تستغناو عليه، ما ديروهاش عادي. واذا شفتوها باللي لا كريم فريش تاعكم كانت يعني ناقصه شويه، راحين تزيدوا لها باش هكا هذاك كيما على بالنا الصدر تاع الدجاج يجي شويه ناشف. دونك كي تزيدوا لا كريم فريش راح يجي طري ويجيكم المملحه تاعكم بزاف بنينه. نخليهم يطيبوا على جهه مليح مليح حتى يبردوا معانا. وروحوا هنايا نجيبوا هذا الخبز تاع تورتيلا. شوفوا هاد لا مارك بزاف هايله، شروها وعينيكم مغمضين. هذه تاع الهاني فريمون صح تهنيك. شوفوا انا سيت شحال من وحده وكامل من داك تتكسر معاك ومن داك تشدلك شويه. مي هذه قد ما تجعديها قد ما تسيد تخربي فيها تحطيها، ميم زعما تنساي ما تغطيهاش على الهواء، ولا صراحه هايله. شوفوا ماشي بيبليسيتي ولا بصح هكا نحب حاجه نجربتها انا وخرجت لي ريزلطه مليحه. بوركوا با علاش ما نوريها لكمش، يعني ما فيها والو. شوفوا انا راح نسي نقطعهم بهالطريقه كيما راكم تشوفوا فيهم. نديرهم هكا بالطول، شرائح هكا طوال، باش راح نخدموا الشكل الاول اللي راح نديروه تاع المملحه. ومن بعد راح نوريكم الشكل الثاني كيما راكم تشوفوا. راح نقطعهم، تبعوا برك لا فيديو راح تخرجوها خدمه بروفيسيونيل وتجيكم هايله. راح نديرهم بهذا الشكل، راح نديرها شكل مثلثات. شفتوا كيفاش نخدموا الصامصه اللي مدارين يخدموا صامصه؟ فوالا هذه هي نفس الطريقه. شوفوا نديروا هكا هذاك المثلث الاول، دوزيام. شوفوا يعني الصوره راهي تعبر اكثر من نشرح لكم انا. راح نزيد نعاودها لكم. شوفوا راح نجيب هذاك نقلبها منا ونعاود نرجعها للكوتي اللي من هنا. وشوفوا كل ما راني نجعد فيها راني نخدم بها ونعاود
وتبقى حكمة راح شوفوا هنا بعد ما درت هذاك المثلث يعني الفراغ اللي لداخل راح نعمرو بلافاغس ديروا كمية مليحة. من بعد هنا عندي انايا شيدار درت مرصو صغيور راه نزيد راح نغطيه باللافاغس هذيك وراح نبدا نطوي فيها. شوفوا هنا تقدروا ديروا اي نوعية تاع جبن حبيتوها ماشي شرط شيدار ولا غريير ولا واش بغيتو مام يعني فخوماج غابي اللي عندكم تقدروا ديروه ولا واش حبيتو. دوك هنا كيما شفتوا راح نطويها بهالطريقه سهله خلاص. شوفوا راهي وحدها تعطيكم شكل ما شاء الله. هذاك الزايد كي تشوفوا شويه تاع اللابات هذيك زايده تنحيوها فوالا بهالطريقه. يعني هنا كيما نخدموا الصامصه قد قد. شوفوا الشكل تاعها كيفاش. هذه من بعد رايحين نركبهم. راح نزيد ندير معاكم حبه دوزيام هكا باش تشوفوا الطريقه وتقدروا تخدموا هنا كونتيتي كبيره. يعني اذا حبيتوا انكم تخبيوها قلت لكم في شهر رمضان ديروها كتحضيرات مسبقه تخدموا بهالطريقه ومن بعد نوريكم كيفاش تخبيوها. شوفوا نعاود نوريكم هنا ديروا شكل مثلث بهالطريقه تعدلوها تشدوها في يدكم هكا وتبداو تعمروا فيها. هنا لازم لافاغس تاعكم تكون بارده يعني تكون بردت مليح باش ما تقطع لكمش لاباط. مع انه هاد النوعيه قلت لكم بزاف هايله يعني ما شاء الله تشد الطوع ويعني وين ما ديريها تخدم معاك ما شاء الله. هنا توجور راح ندير كميه تاع لافاغس نزيد شويه تاع شيدار قلت لكم ماشي ضروري شيدار يعني واش عندكم تقدروا حتى ما ديروش. وراح نزيد شويه تاع لافاغس ونطويها بهذه الطريقه. شوفوا برك تبعوا لا فيديو هذا ما كان راح تنجحوا فيها صدقوني بزاف سهله وبزاف بزاف بنينه. اذا خرجت لكم شويه هذوك لي شيت تاع زياده تقدروا تنحوهم هكا بالموس باش تجينا خدمه بيان فيني. واكيد هذوك ماناش راح نرميهم تقدروا تحمصوهم ديروهم في مملحات ولا ديروهم هذيك الفته يعني واش حبيتوا. بعد ما كملتهم انا راح عندي هنا خليط بين لا فارين والماء شغل راح نديروها كم لاكل يعني نركبوا بها. تقدروا ديروا بياض البيض ولا بالبيض كيما حبيتوا. مي هاد الطريقه بزاف سهله وبراتيك. نديروهم هكا كونتيتي قليله ماشي بزاف. وشوفوا هذاك الزايد توجور راح نحيه باش ندير فينيسيون مليحه نتاع المملحات تاوعي. قلت لكم اذا حبيتوا تخبيوهم بهالطريقه تخدموا لحد الان كيما رانا نخدموا. نجيبوا هنا لا شابلور عندي وعندي هنا البيض راح نخلطو زدت له شويه تاع ملح وشويه تاع توم بودره تقدروا تزيدوا له لي زيبيس تاع الدجاج ولا واش حبيتوا. راح نرمدهم هنايا نغمسهم في البيض يعني في كوتي كامل. من بعد نروحو نرمدوهم في لاشابليغ. شوفوا لاشابليغ تقدروا ديروا هذه تاع الخبز ولا تشرو هذيك تاع الشيبس اي تتباع بالالوان هذيك تاني تجي هايله. يعني واش حبيتوا راح نديروها بعد لي ترمدوهم كامل. هنايا جيبوا لي سا كونجيلاسيون تاعكم تستفوهم وتغطيوها مليح يعني باش ما يدخلهاش الهواء ما تشدش هذاك الريحه تاع الكونجيلاتور تاعكم وتخبيوها. ووقت ما احتجتوها رايحين تجبدوها تنقصوا على روحكم. هذه بزاف للناس اللي يحبوا يديروا تحضيرات مسبقه خاصه في رمضان ولا تكون عندكم مناسبه عرس ولا حفله هكا حبيتوا ديروا كونتيتي كبيره يعني تخدموا كونتيتي اللي بغيتوها وتخبيوها. ووقت ما احتجتوها رايحين تجبدوها ديروا زيت تاعكم تسخن مليح. من بعدها تخليوها تدي كونجلا شويه برك ماشي بزاف ومباشره تحطوها طيب معاكم وراح تجيكم ما شاء الله انديغي هذا وين خدمتوها. شوفوا نروحوا لهنايا للشكل الثاني اللي كنا راح نديروه شكل تاع لي كورني. راح نقسموها على 4 بهذه الطريقه وراح نبدا نشكل. شوفوا انا لي كورني حبيت نديرهم صغار شويه. وانتم اذا حبيتوا تكبروهم رايحين تكبروا الحجم. شوفوا راني نسيي نديرهم هكا يروحوا بالطول ويجوني شغل رقاق شويه هكا يجوا متحوفين. فوالا شوفوا راح ندير بهذه الطريقه ندير الشكل هذا تاع الكورني تبلي كامل تعرفوا ديروه ما شاء الله عليكم. شوفوا هنا راح نركب بشويه تاع لافارين والماء هكا ونزير عليه شويه برك كيس ما يحكم روحو. من بعد نبدا نوجد نفخسيه. شوفوا راح نفخسيه بنفس لافاغس اللي درتها مي هنا مانيش راح ندير له الفرomage. راح نفخسيه برك بهذاك لافاغس اللي كنا وجدناها. وديما عاونوا روحكم بعبسه هكا كيما انا كنت ندير بتاع الموس هذيك نعاون هكا باش يهبط كامل كامل. شوفوا هنا راح نوريكم تخدموا بهالطريقه. شوفوا راني نوريكم كيفاش ديروا صباعتكم هذو زوج تخدموا بهم وتلويو باش يجيكم كامل نيفو واحد وما تجيكم زعما وحده كبيره
كبيرة وحدة صغيرة، يعني كشغل العين تاكل قبل الفم، يعني كامل يجو نيفو واحد. وراح نعمرهم. شوفوا هنا توجور دزو بحاجة كيما أنا راني ندير بالموس، دزو بعفسة هكذا باش يهبط كامل، ماشي زعما ناكلو غير الفوق ومن بعد لتحت هذاك تاع الكورني يبقى لنا فارغ. سيو هكا تعمروه لو ماكسيموم. كيما شفتوا انا ما درتش الفرomاج، اللي حبت تدير راح دير من بعد نفس الطريقه. راح نديرهم هنايا في البيض. شوفوا انا هاد الطبسي ما عاونيش، مي معليش حبيت نوريكم برك الطريقه كيفاش نديروها في البيض. من بعد راح نزيدو نديروها في هذيك لا شابليغ. شفتوا شحال سهله، بزاف سهله. تقدر ديروا هكا تحضيرات مسبقه لمناسباتكم، يعني تقدروا تخدموا منها بالكونتيتي وما يروح لها والو والو. بعد اللي كملتهم كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه، انا درت هاد الكونتيتي معاكم. وروحوا هنايا درنا الزيت تاعنا تسخن مليح، ولازم هنا ديروا في حاجه تكون غامقه شويه باش كي نحطوهم يتغطاو كامل بالزيت، ماشي نبقى هكاك شغل مقله تكون كبيره جهه تتحمر جهه ما تتحمر. شوفوا هنا راني مغطيتهم كامل، درت كونتيتي مليحه نتاع الزيت نتغطوهم كامل، وراح ندو هذيك التحميره ضربه واحده. هنا راح نقص لهم شويه النار بس كل الزيت تاعي خليتها انا سخنت بزاف بزاف، نقص لها النار ونخليها تطيب مليح مليح، وراح تجيكم من اروع المملحات. شوفوا هنا نقلبوها شويه وهذا هو الشكل، يعني راح تتحمر كومفلي كوتي كامل، ماشي جهه تتحمر وجهه تبقى بيضه ولا. وراح نحيهم. شوفوا الشكل كيفاش تحصلت عليه، راح يجيكم كامل شكل واحد. وما نحكي لكمش على القرمشه شحال تشد، ميم زعما يبردوا يبقاو توت لا جورني هكا ما يروح لهم والو، تبقى القرمشه تاعهم. ونزيد لكم قد ما يباتوا، يعني انا درتهم وكانوا درت هاد الكونتيتي وكونتيتي واحده اخرى، وكانت بقات لي الغدوه من داك عاودت جبدتها سخنتها برك وبقات درتها في الفور، يعني تسخنت شويه برك وبقات هكا ما شاء الله تتقرمش حكمه روحها، يعني ما راحلها والو. يعني ما تخافوهاش، هذا النوع من المملحات قلت لكم بزاف هايله. بالنسبه للتزيين وطريقه التقديم توجور تبقى اختياريه. انا حبيت لي كورني تاعي ندير لهم هذا التزيين، يعني اكيد كي تكون عندكم عرضه ولا تكون عندكم مناسبه هكا توجور نحبوا نحطوا حاجه البريزونطاسيون تاعها تكون هايله، لانه ديما العين تاكل قبل الفم. كيما راك تشوفوا هنا درت لهم شويه تاع فرomاج غابي، راح نزيد لهم شويه تاع زيتون هكا نزين به. هذا ما كان، يعني هذا واش كان عندي، نتوما تقدروا تزينوا بواش حبيتوا. هادو اللي كنا رايحين نديرهم بشكل تاع لي سامسا فوالا. كيما راك تشوفوا راح نديرهم بهذه الطريقه. حتى هما تقدروا تقدموهم انديفيديال، يعني ديروهم هكا كل واحد وحده وتقدموهم في مناسبات، ولا اذا كان عندكم ضياف ولا. زدت لهم انا شويه تاع لي طوماط سوريز، زدت لهم فرماج غابي. فوالا هذا هو الشكل النهائي. وصدقوني كي نقول لكم حاجه بنينه بنينه ديروها على ضمانتي، من اروع الوصفات. والقرمشه تاعهم تشد، يعني تشد بزاف بزاف وتجي بزاف بنينه. والاهم انها سهله ما فيهاش مكونات بزاف، يعني تبلي اي وحده تقدر ديرها. تقدروا نتوما تزينوها بواش حبيتوا، انا هذا واش كان متوفر عندي. وما تنساوش اذا عجبكم لا فيديو خليوا لي جام وكومونتير شباب كيما نتوما، بارطاجيو هكا باش تشجعوني، باش راهو جاي رمضان ندير لكم وصفات جديده وتكون ما شاء الله.